السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عندما ينظر الرجل إلى مطامعه في اعتلاء كرسي الحكم، بيكون كل تركيزه على عقول الشعب وطموحه وأماله، فيأتي لنا من هو طامع في اعتلاء الكرسي لنهب ثروات البلاد والعباد وتدمير المبادئ والأخلاق، فيرسم لنا وعود ينضح منها المكر والزيف في صورة مغلفة بالجمال باسم الدين مثلا، فيتبعوه عقول ونفوس لا تنظر إلا في اتجاه موحد هو اسم الدين فقط، فيختفى عن أذهانهم مكر وشر هذا الطامع ويتحولوا إلى نعاج وخرفان. قال إيه المسمى إن إحنا بندافع عن الدين وهم للأسف يجهلون ما هو الدين. ما علينا. طيب سؤال لمن يدعي أنه سوف يقوم كان حلمه أن يقوم بإمارة إسلامية في مصر أو في غير مصر. سؤال لكل دولة، وحضراتكم شايفيننا مكسحين ولا مشلولين عشان جايين تعلمونا الدين؟ ديننا واضح وصريح في كتاب الله العزيز الكريم وفي سنة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، صلوات الله وسلامه عليك يا حبيبي يا رسول الله. ولينا جميعا مرجعية واضحة تمثلت في الأزهر الشريف حفظه الله ورعاه، وفي كل علماء الأزهر الصالحين حفظهم الله وأعلى من شأنهم كمان وكمان. وبيجي هذا النوع من الطامع يستغفل الشعب بوعود الساحر، غمض عينك فتح عينك تلاقيني خلال 100 يوم اتعدى على الصوابع غيرت كيان هذا الوطن. طبعا ما انت لازم هتغير كيان هذا الوطن، بس هتغيره بشيء يشبهك، يشبه اللي داخلك، لأن انت مش عبد رباني، انت عبد طامع، طمع في الثروات، طمع في الكرسي، طمع في إذلال البشر. عايز تكون انت وفريقك أو جماعتك انتوا الأسياد والبشر الباقيين ينداسوا تحت النعال. فسبحان الله سبحان الله. تمام، خلال 100 يوم هغير كيان هذا الوطن. تمام، فعلا غيره، بس غيره للأسوأ، غيره للجهل وللتخلف، غيره للانحلال، غيره لتدمير القرآن وتدمير الإسلام. طيب سؤال آخر أيها الطامع، لما حضرتك في الأساس مش عارف بمعنى الدين، وحضرتك برضو في الأساس للأسف مش عارف بمعنى بناء الأوطان، ازاي تكون رئيس ليا والأولادي والشعب عظيم زي شعب مصر وتحكم بلد كبيرة عملاقة وعظيمة زي مصر؟ يا أيها الطامع، هو في دولة تبنى مسافة طرفة عين خلال 100 يوم؟ أي عقل يقول ذلك؟ وعندنا طمع آخر من نوع آخر يطمع في خيرات الدول، دول قبل البشر، ينظر إلى الدول، إلى الثروات وإلى الأرض، إلى الخيرات اللي فيها، إلى موقعها، إلى قوتها، إلى تميزها. وهذا الطمع أول شيء بيفكر فيه نقاط ضعف الشعب ده. إذا بقى عنده نقاط ضعف يبقى الأمر سهل بالنسبة له. إذا لا الشعب ده ما عندوش نقاط ضعف، بحيلة شيطانية هو يخلق لهم نقاط ضعف. لماذا؟ ليغزو هذه الشعوب ويستنفذ خيراتها، ويغزو هذه البلدان ويستنفذ كنوزها، فتكون وعوده للشعب بأنه سوف يبني ويعمر خراب هذه الدول، فيلتف الشعب حوله حبا في الحرية من أي شيء بقت، احتلال، ظلم، فساد، ولا يعلم بمدى مكر هذا الطامع. مثال مين؟ مثال محمد علي الذي يقول عنه الكثير عمل نهضة في مصر. والله 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 لو علم محمد علي أن ما يتم بناؤه في مصر هو إرادة الله لمصر والمصريين ما كان شيد شيئا ولا بنى شيئا، ولكن الله أراد الخير لهذا الوطن ولهذا الشعب بحكمة خفية ربانية جعل أطماع محمد علي في مصر تصب في مصلحة مصر والمصريين. والدليل على ذلك عندما لاحظ محمد علي مقاومة شعبية في مصر من المصريين أنفسهم ضد الفرنسيين بقيادة عمر مكرم، قام بنفي عمر مكرم إلى دمياط وعزله من نقابة الأشراف. لماذا؟ خوفا من أن يحكم مصر واحد من أبنائها. لاحظ أن عمر مكرم قائد وزعيم مصري من تراب مصر ومن أولاد مصر. شعب مصر خاف من قوة عمر مكرم والشعبية اللي حواليه والتفاف الشعب اللي حواليه. أنا كده الخطة اللي عملتها عشان أستنفذ خيرات البلد دي مش قادرة أوصل لها، وعزله من منصبه من نقابة الأشراف. عايزة أجي مع حضراتكم في آخر
نوع آخر، بس نوع آخر من الرجال اللي بجد، الرجال اللي بيحبهم الله وبيعزهم في الدنيا وفي الآخرة، نوع من الرجال الذين يختارهم الله لعمارة الأرض. يأتي هذا الرجل بتفويض من الشعوب، ويأتي لحماية البلاد والعباد بدون أي وعود، ولا غمض عينك تاكل ملبن، ولا بص العصفورة، ولا لعبة لا 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 لا. رجل واضح، رجل واضح، يعرف ما هو الدين، يعرف ما هو الحق، يعرف ما هو العدل. ويأتي هذا الرجل بتفويض من الشعب، ويأتي لحماية البلاد والعباد بدون أي وعود ماكرة وكذبة أو حتى بأي حيلة، ولكن ينادي بصوت عالي: يا مصريين، مشوارنا طويل وصعب، ايدينا في ايدين بعضينا نبني البلد، غير كده انا مش هقدر. رجل واضح ويعلم ما هي مصر، وما هي مكانة مصر، وما هو قدر مصر. فهذا القائد هو الذي أسعد وأفتخر كونه وجهتي ووجهة أبنائي، بل وجهة كل المصريين أمام العالم كله. سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، حفظك الله ورعاك وسدد خطاك، ورزقك البطانة الصالحة من العباد الصالحين إلى يوم الدين. حفظ الله مصر، حفظ الله الوطن، حفظ الله شعب مصر عظيم الوطني.